السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. عندنا اوردر حلو قوي، تابعوا معايا الفيديو الاخر وما تنسونيش بلايك واشتراك القناة. ويلا نصلي على رسولنا الكريم ونقول اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. جهزت حللي كده على البوتاجاز وقلت ايه هنبدأ نشتغل على طول. الفيديو النهارده حلو وفي نفس الوقت صغير كده مش طويل، هيخلص معاكم بسرعة. بس قبل اي حاجة حابة اقول لكم كلمتين. بس تعالوا ندعي الاول لاخواتنا في فلسطين، ربنا يا رب ينصرهم ويزيح الغمة وينصرهم نصرا يتعجب له اهل الارض واهل السماء. انا عايزة اقول لكل حد بيسمعني وكل حد بيتفرج على فيديوهاتي، يعني يا جماعة والله العظيم انا يعني مش عارفة اقول لكم ايه. انا بتعب ليه ناس بتطلب اوردرات وما بتستلمهاش؟ يعني سيبكم من التكلفة المادية، التكلفة المادية على ماشي يا جماعة، خلاص انا رضيت اللي كل حد، كل مطعم بيبقى او كل شغل بيبقى فيه نسبة خسارة. بس طب التكلفة او التعب وقفتي، يعني ليه؟ يعني ليه انزل انا مخصوص الصبح بدري علشان انزل اعمل لحضرتك ايا كان الاوردر اللي انت عايزاه، وفي الاخر نفضل نرن انا والدليفري وحضرتك ولا تردي ولا تستلميه؟ طب يعني استفدتي ايه؟ يعني بغض النظر عن التكلفة المادية، مع انها يعني مش في وقتها خالص، يعني كلنا ظروفنا الحمد لله، يعني ربنا يعيننا على ايامنا. فبجد رجاء، يعني رجاء، في ناس محترمة وعلى راسي من فوق، بس يعني حرام لما حد يعمل معايا كده، حرام. تعالوا بقى، انا مش عارفة والله هي دي جهازاتي، يعني اللي انا مش يعني لما بالاوردر بيروح للعميل بيسلمه وبيستلم الفلوس ولا إيه؟ يعني ما هو انا ما بحبش اتعامل اللي حول لي الاول فلوس علشان ابدا اشتغل، انا ما بتعاملش كده. فيعني عموما الحمد لله على كل شيء. تعالوا بقى ندخل على الفيديو اللي خلص نصه ده، تعالوا نشوف هنعمل ايه. بصوا انا معايا ارنب كده زي ما انتوا شايفين، متقطع كده على 4، يا دوبك تبلته بملح وفلفل وبصلايه، وبعدين حطيته بقى في معلقه سمنه في الحله وسبتها لما سخنت، ونزلت بقى بايه بالارنب ده ياخد صدمه. تمام، مع ورقتين لوري وفص حبهان، وهبدا بقى احط له طماطم وبصل وشويه من الفلفل الاسود. تمام. اما بقى الحلتين اللي هناك دول حطيت في حله ربع كوبايه من الزيت وبصلايه، وحله تانية حطيت فيها معلقه من السمنه، وحطيت كمان ايه بصلايه تتحمر كده. تمام. بعد بقى لما الارنب اخد صدمه كده قمت ايه نزلت بميه سخنه كده زي ما انتوا شايفين، وبعدين هبدا ايه اديله بقى رشه من الفلفل الاسود واسيبه يغلي كده 10 دقايق على نار عاليه. ولو طلع اي ريم او اي حاجه هقوم ايه شايلاها ومهديه النار. تمام. تعالوا بقى هنا نبدا نعمل ايه تتبيله او خلطه ايه المحشي. هنا بقى فرمت في الكبة بصل، وحفرم عليه برضو ايه طماطم وفلفل يعني الخضار اللي انت بتحبيه في المحشي معاكي، اللي انت خلطة المحشي اللي بتفضليها حطيها. انا بحط بصل وطماطم، ولو عندي جزر بحط وفلفل، وبفرمهم كده على النية، ودي بتبقى خلطة المحشي بتاعتي. تمام. تعالوا بقى نشوف الحلة اللي كان فيها معلقة سمنة، وبعد لما البصلة دبلت كده اخدت لون معايا او اصفرت، قمت نازلة عليها بربع كيلو من اللحمة زي ما انتوا شايفين. وبعدين شوحتها مع بعض كده ايه لغاية لما ايه تاخد صدمة مع البصل. يا دوبك نزلت عليها بنص معلقة من السكر. تمام. اما هنا بقى الصينية ديت زي ما قلت لكم انا بفرم بصل وطماطم وفلفل ولو عندك جزر بحط جزرايه واحدة، وبفرم الكلام ده كله مع بعضه علشان ايه اعمل خلطة المحشي. وفرمت يعني ايه نص الخضرة كده برضو في الكبة، مع ان انا ما بفضلش افرم الخضرة في الكبة لاني مش بتقطعها لي، بحس ان هي بتعصرها كده وبيبقى العيدان بتاعتها كبيرة قوي بتبقى عريضة. فانا يا دوبك بفرم حتة كده عشان تبقى ريحتها واضحة، وبكمل الباقي بايه بقطعه على البلانش عادي. تعالوا بقى نروح نشوف تسبيكة المحشي. بعد لما البصلة اتحمرت كده او دبلت معايا، مش اتحمرت، انا مش عايزاها تاخد لون غامق، انا عايزاها يا دوبك تصفر، نزلت بمعلقتين كبار من الصلصة، وبعد كده نزلت بكيلو ونص من الطماطم، وهسيبها بقى تتسبك كده مع شوية ملح وشوية فلفل اسود. وبرضو هتبل الخضار اللي انا حطاه دوت للمحشي برضو بملح وفلفل اسود. تمام. بعد كده بقى هنشوف هنعمل ايه. عايزه اقول لكم ان الاوردر دوت مش هو دوت اللي رجع لي النهارده، لا ده كان الاوردر دوت كان عندي من كام يوم. الاوردر اللي رجعني النهارده ده لسه ما صورتهوش، فالحمد لله على كل شيء. انا والله مش بحب اقول اي مشاكل عامه يعني، بس الموقف ضايقني لاني مش اول موقف يحصل معايا.
فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل. تعالوا بقى هنا نشوف هنعمل ايه بعد بقى لما البصل الفل اسمها ايه دي، اللحمه قصدي، اتشوحت كويس مع البصل. قمت نازله عليها بقى بطماطم، وهسيبها بقى ايه تتسبك على نار هاديه لغايه لما اللحمه دي تستوي. عايزه اقول لكم افضل نتيجه للخضار لو انتوا بتحبوا الخضار اللي بلحمه، او افضل طعم هتلاقيه لما بتسوي الخضار في الصلصه او في التقليه بتاعه الخضار، غير لما بتسلقيها وتسلقي اللحمه وبعدين ترجعي تحطيها في الخضار. لا، الطريقه التانية، الطريقه دي احلى بكتير، اللي انت تسويه اللحمه في الصلصه بتاعه الخضار. بعد كده بقى نزلت بالرز كده وقطعت بقيه الخضره، وكده خلاص خلطه المحشي بتاعتي جاهزه. عايزه اقول لكم لو انا بستخدم كل حاجه بالسمنه لكن خلطه المحشي بحب اعملها بالزيت، لان الزيت بيخلي الرز مفلفل، فاهميني. بعد كده بقى ايه، هبدأ بقى اظبط اشوف الارنب، طبعا هو مش بياخد سوا خالص، يا دوبك بقى هظبط الملح بتاعه وخلاص على كده. وبعد كده هطلعه ايه هحمره. هنا بقى خلطة المحشي بقت جاهزة زي ما انتوا شايفين، لونها تحفة. احنا النهاردة بقى مش هنعمل محشي بقى ولا في حلة ولا هنعمل محشي في طاجن، احنا هنعمل صاج محشي. عايزة اقول لكم يعني كان خطير. هنبدأ بقى نجيب ستوك كبير كده، بما ان هنعمل كمية ما شاء الله، هنعمل بقى حشي بتنجان وكوسة وفلفل. تمام. وهحطهم بقى في صاج، وبعدين هلفه كله في ورق فويل وادخله الفرن. عايزه اقول لكم هيقعد معايا ساعه بس هيطلع حاجه كده تحفه. بعد ما اخلص حشو البتنجان او المحشي كله هنشوف هنعمل ايه. طبعا انا سايبه اللحمه تستوي في الصلصه زي ما قلت لكم، ولسه بقى هنحط الخضار بتاعها. عايزه اقول لكم فيديو خفيف وبسيط، ويا ريت بقى تكتبوا لي النهارده فطرتم ايه. انا عن نفسي النهارده فطرنا بانيه، انتم بقى فطرتوا ايه؟ ولو حد عنده افكار بقى اللي احنا نفطر ايه بكره يقول لنا بقى. المهم بعد لما اللحمه استوت كده وشفتها كده لقيتها استوت، نزلت بقى بالبسله زي ما انتوا شايفين بالجزر، وهسيبها تغلي لغايه لما ايه يعني غلوتين كده، وبعدين ههدي النار عليها لغايه لما تستوي. هنا بقى كان خلاص المحشي خلصته، يا دوبك اخدت كبشتين بس من الشوربه بتاعه الارنب وسقيتها بيه، وحطيت عليه بقى معلقه صلصه كده عشان الشوربه تبقى لونها حلو، وفي نفس الوقت قمت نازله بمعلقتين من القشطه كده فوق الوش، وهغطيه بورق فويل وادخله الفرن. عايزه اقول لكم المحشي اللي في الفرن ما بتحطلهوش ميه ياما، يعني البتنجان والكوسه والفلفل دوت ممكن يعني يا دوبك الصاج ده كله اخد معايا كوبايه واحده من الشوربه، لان انت لما بتلفيه بورق فويل فهو اصلا بينزل ميه. تمام. تعالوا هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده بقى، جبت حله تانية وحطيت فيها شويه من الرز، قصدي معلقه من السمنه، ونزلت برز ابيض كده، وهبدا ايه اشوح السمنه مع رز مع شويه ملح علشان نعمل رز ايه ابيض، والبسله على النار كده ايه بتستوي. تمام. بعد لما اتشوحت كده، بعد ما الرز اتشوح قمت نازله عليه بالميه بتاعته، وكمان بحط للرز اللي على النار ده مش المعمر، بحط له نص كوبايه من الحليب، برضو بيديله طعم حلو قوي. هبدأ بقى اسيبه يستوي بالطريقة العادية، واول لما يتشرب هقوم مهدية بقى ايه النار. هنا بقى البسلة كانت استوت خلاص، هقوم واخداها حطاها في البريم، لان احنا النهاردة هنعمل طاجن بسلة باللحمة. عايزة اقول لكم البسلة اساسها، يعني انت لو ما جربتيش البسلة لما تحط لها معلقة سكر فاتك كتير، لازم تحط لها معلقة سكر. هنا بقى كان صينية المحشي او صاج المحشي كده طلع زي ما انتوا شايفين، لونه ما شاء الله من فوق ومن تحت، بصوا واخد لون ذهبي. وانا كنت حمرت بقى الارنب، نصه متحمر ونصه كانت العميلة عايزاه مسلوق، وعملت كمان فلفل بطماطم. وده الاوردر بتاعنا، واشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.